اوقات بنعيش حياتنا بنحاول نبقى الاهدى، الأذكى، الافضل، بنحاول نرضي الناس ونبقى الشخص اللي محدش بيزعل منه. بس فجأة بتحس بتعب، بتحس انك مش قادر تكمل، حاسس انك خلاص جبت اخرك. بتبدأ جواك حاجة تانية مستخبية هي دي نفسك الحقيقية. بيبدأ القناع يقع وتبدأ عايز تتصرف بطريقة تانية بس محدش متقبلك. هي دي الذات الزائفة والذات الحقيقية. أنا آية، دي قناتي The Conscious Bond، هنتكلم فيها عن علم النفس بشكل عام وعن الوعي الذاتي بشكل خاص. والنهاردة هننزل القناع ونتكلم عن الذات الزائفة. الذات الزائفة هي حاجة ما اتولدتش معانا، هي حاجة اتكونت جوانا واحدة واحدة. لما كنت طفل صغير وكانت مشاعرك بتتقابل بالرفض أو عدم القبول، يعني مثلا ما ينفعش انك تزعل، البنت الشاطرة لازم دايما تضحك، الولد الكويس ما يعيطش أو الراجل ما يعيطش. هكذا بتبدأ انك تدفن نفسك الحقيقية وتخبي مشاعرك، ويبدأ يطلع مكانها مشاعر زائفة او ذات زائفة، وتبدأ انك تكون قناع تبقى لابسه دايما قدام الكبار. ده بيتكون من المراحل الأولى خالص في التربية، يعني من أول 0 ل3 سنين ممكن الطفل يبدأ يطور لنفسه ذات زائفة علشان تحميه من الرفض ومن الشعور بالخطر. قبل ما اقول لكم مراحل تكون الذات الزائفة، حابة في الاول ان انا اعرفكم ان كلنا في مرحلة ما من حياتنا كان عندنا ذات زائفة، ودي مش حاجة وحشة، دي حاجة الجسم بيطورها للتعامل مع الشعور بالخوف ورغبة منه في الاحساس بالامان بشكل اكبر. فالذات الزائفة كلنا طورناها في مرحلة ما، في اللي خرج منها بعد كده بوعي وفي اللي لسه عايش فيها لحد دلوقتي. فازاي بتبدأ الذات الزائفة؟ بتبدأ مع الطفل من وهو لسه من السنة الأولى لحد 3 سنين. بيبدأ الطفل هنا يراقب مقدم الرعاية سواء كان الأم أو حد تاني، ويبدأ يشوف هل هو مثلا بينتقده، بيزعق، بيبص بصات مش كويسة. فيبدأ الطفل يتعلم أول مرحلة ازاي هو يداري نفسه ويداري مثلا شعوره او رغبته في الاستكشاف، رغبته في ان هو يبقى محبوب، رغبته في ان هو يعمل حاجات معينة بشكل معين، ويبدأ ان هو واحدة واحدة يطور ذات زائفة. بعد كده عندنا من 3 ل10 سنين لما بدأ الطفل يوعى ويفهم شوية. لو انت هنا بتدي طفلك حب مشروط، زي مثلا لو انتي بتضحكي دايما تكوني بنت جميلة، البنت الجميلة لازم تضحك باستمرار. الولد المؤدب ما بيكسرش، الولد المؤدب ما يغضبش، الراجل ما يعيطش، وهكذا. فيبدأ الطفل يدخل في مرحلة تانية من تطوير الذات الزائفة، ويبدأ ان هو برضو يخبي مشاعره. فهي الذات الزائفة بس مش ان انا بتصرف تصرفات مختلفة عن اللي انا عايزة اعمله، فهي كمان ان انا اخبي مشاعري. احيانا نشوف مثلا طفل وقع اتخبط فمعيطش او ما قال ان هي مثلا ما وجعتهوش، هو هنا بيعمل ذات زائفة، هي بتكون وجعته بس هو مش عايز حد يجي يتكلم او مثلا يعاقبه على الوقعة او يقوله انت اللي عملت في نفسك كده. فهو خلاص بيبدأ ان هو يداري عنك مشاعره. بعد كده بندخل بقى في مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة بتبقى من المراحل المهمة، لان الذات هنا بتخش في مرحلة تذبذب ما بين الذات الزائفة والذات الحقيقية. ففجأة بتلاقي المراهق ده تمرد او بيرفض حاجات كان بيوافق عليها قبل كده او مش عايزها، فبيبدأ في شوية ذات حقيقية بتظهر ومقابلها في برضو شوية ذات زائفة، لان برضو هو هنا بتبدأ تظهر عنده الرغبة للانتماء لمجتمع ما. فلو هو مثلا عايز يدخل شلة معينة
من الصحاب، فعايز يبقى زيهم، فممكن هو ده ما تكونش نفسه الحقيقية، بس يبدأ يطور ذات تانية زائفة علشان يقدر ان هو يدخل وسطهم، وهكذا. فاحيانا في ناس بتخلص عندهم الذات الزائفة في مرحلة المراهقة، وفي ناس بتطورها اكتر. فلو وصلنا بقى لسن الرشد المبكر بدون وعي ومكمل معانا الذات الزائفة، هنا للأسف الحياة بتنقلب. ازاي حياتنا ممكن تتقلب لو احنا عايشين بذات زائفة؟ انا لو وصلت لمرحلة رشد مبكر ابدأ اختار شغلانة بناء على ذاتي الزائفة، بناء على الشخص اللي انا المفروض اكونه وسط الناس، مش بناء على الشخص اللي انا في حقيقتي، مش بناء على حقيقتي. يعني مثلا احيانا تلاقي دكتور، هو دكتور عشان اهله كانوا عايزينه يدخل كلية الطب، وهو كان عايز يدخل كلية الطب، بس هو اصلا بيحب الرسم، فهو اصلا كان نفسه يبقى رسام، بس هو اختار مهنة الطب بناء على بناء على وعي مجتمعي، بناء على ضغط من الاهل، بناء على ذات زائفة هو طورها علشان يرضي الناس اللي حواليه، بس هو مثلا نفسه يبقى رسام. بنبدأ بعد كده لمرحلة اختيار شريك الحياة. اختيار شريك الحياة برضو للأسف بيتأثر بالذات الزائفة. فلو أنا مثلا عايش في عيلة عندها فكر معين وبيختاروا لي حد شبههم، بس أنا مختلف عنهم، هم مش عارفين ان أنا مختلف، لان انا مطور ذات زائفة وبتعامل معاهم ان انا منهم، بس لو انا مش منهم فجوزوني حد يشبههم مثلا، فانا كده برضو اخترت شريك الحياة بناء على الذات الزائفة. طيب احنا كده خدنا المراحل كلها من اول الطفولة لحد سن الرشد. نيجي بعد كده تأثير بقى اللي انا عملته في نفسي ده ايه بعد كده؟ ابدأ ان انا يحصل لي ازمة هوية، او الناس اللي بنشوفها في ازمة منتصف العمر فجأة ترمي كل حاجة وتبعد عن كل حاجة، ويبقى من اقصى اليمين الى اقصى اليسار. ليه حد بيحصل له كده؟ عشان ده انت ما كنتش انت ما عشتش الحاجات اللي انت المفروض تعيشها، انت ما عملتش اللي انت كنت عايز تعمله، ففجأة تلاقي نفسك من هنا لهنا. واحدة مثلا وصلت للمرحلة دي، لا عايزة تعيش سن مراهقة، وعايزة تلبس لبس مراهقات، وعايزة في حتة ناقصة، في حاجة انا كنت عايزة اعملها في وقت ما وما عملتهاش. ف لما نشوف حد بيمر بأزمة هوية أو أزمة منتصف العمر، يا ريت ما نعملوش ان هو كائن فضائي، يعني هو بس قعد فترة طويلة قوي يرضي الناس على حساب نفسه، قعد كتير قوي عنده ذات مش قريبة من ذاته الحقيقية، نفس مش قريبة من نفسه الحقيقية. لو انت بتحس ان انت في المرحلة دي، ممكن تكتب لي تجربتك في الكومنتات. فخليني اكلمكم عن الازمات اللي بتحصل ناتجة عن تكوين ذات زائفة والعيش معاها لفترات طويلة. ان انت هتكون عندك شعور دائم بعدم الكفاية رغم النجاح، يعني ممكن حد يبقى ناجح جدا بس في ظل النجاح ده هو مش حاسس انه هو كفاية. عندك جلد ذات ولوم مستمر، دايما عمال تجلد ذاتك، دايما بتلوم نفسك، دايما عايز ترضي الاخرين، خايف من الرفض، في فراغ داخلي او فقدان للمعنى، حاسس ان انا في حاجة ناقصاني ومش عارف هي ايه، احساس بالفراغ، مفيش حاجة بتبسطني، مفيش حاجة بتريحني، مفيش حاجة يعني خلاص مش قادر احس بمعنى الحياة. ده برضو للأسف من الأزمات اللي بتكون ناتجة عن الذات الزائفة. عندنا طبعا نوبات القلق والاكتئاب الوجودي، بحس ان انت مش موجود، او حاسس ان انت في مشكلة في احساسك بالاشياء، او احساسك
مش حاسس كده ان انت موجود في المكان او في اللحظة، او مش قادر ان انت تستمتع باللحظة. طبعا كل دي اعراض برضو بتظهر لما بيبدأ يحصل وعي بالذات الزائفة والذات الحقيقية. فلو انت وصلت لمرحلة الوعي دي وعايز انك تعرف اعمل ايه بقى عشان اوصل لنفسي الحقيقية، هيكون في فيديو جاي هنتكلم فيه عن التعاطف مع الذات او السيلف كومباشن. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن جلد الذات، والفيديو ده اتكلمنا فيه عن الذات الزائفة. الفيديو اللي جاي هنبدأ نقول خطوات ومراحل التعاطف مع الذات وإنشاء ذات حقيقية من غير ما تكون حاسس بفراغ عاطفي أو فراغ وجداني إن شاء الله. فياريت تبقوا تتابعوا القناة وتعملوا لايك وسبسكرايب وتستنوا معايا الفيديو اللي جاي. في نهاية الفيديو أنا عايزة أقول لكم إن الذات الزائفة كانت وسيلة أمان وحماية مش عدو. الطفل لما طور الذات الزائفة كان عشان يحس بالأمان، بس الوقت دلوقتي إن انت ترجع لنفسك صوتها الحقيقي. لو عايز تعرف ازاي ترجع ذاتك الحقيقية وتتصالح معاها، استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.